ما رحتش قبل كده انترفيو وكنت محضر له لابس كويس قوي وشيك وعلى وضعك، وكمان اديت فيه حلو وجاوبت كل الاسئله اللي اتسالت لك بشكل كويس، ولقيت بعدها بكام اسبوع هايدي اللي كانت مقدمه معاك في نفس الوظيفه هي اللي اتقبلت وانت قلشوك؟ طب ما دخلتش مكان قبل كده زي محاضره زي حفله حتى وعينك جت على حد شيك ولابس حلو وشكله مهندم كده وشكله امور، ولقيت ان عندك القابليه او لو جات لك الفرصه انك تتعرف بالشخص ده مش هتفوتها، هتتعرف عليه وممكن كمان تبقوا صحاب، وده بس عشان جالك انطباع من شكله الكويس ده ان هو ده شخص كويس او شخص ناجح. طب بلاش دي، لو انت هتعمل عمليه خطيره وقالوا لك اللي هيعمل لك العمليه الدكتور ده او الدكتور ده، هتختار مين؟ لو انت اخترت او اختبرت كل المواقف دي قبل كده ولقيت انك بتختار الشخص اللي شكله احسن ومهندم وشكله حلو اكتر، فاعرف ان انت كده واقع تحت تأثير اسمه الهالو ايفكت. قد تظن ان الشخص ده عشان لابس كويس وشكله حلو ومهندم انه عنده نفس هذا الليفل العالي من صفات تانية، زي مثلا انه يكون لطيف، ذكي، شاطر في شغله، ناجح في بيته، دمه خفيف، وهكذا من كل الصفات الحلوة التانية. بس ده طبعا بالضرورة مش شرط ان هو يكون صح. في الصور الدينية وخصوصا القديمة دايما بتلاقي إن الملائكة والأنبياء والقديسين بيظهروا هالات على شكل تيجان دائرية منورة حوالين راسهم، دلالة على قدسية وتأثير الناس دي الإيجابي وعظمتهم، ودلالة ده في علم النفس كمان إن الهالو إيفكت ده هو أحد أشكال التحيز المعرفي اللي إحنا بنقع فيها من غير قصد، عن طريق إن جانب إيجابي واحد بس من الشخص اللي قدامنا بيأثر على نظرتنا وفكرتنا وشعورنا ناحية الشخص ده في كل الجوانب التانية. يعني زي انك تكون شايف ان الشخص اللي شكله حلو وامور ده بيتمتع بقدر عالي من الذكاء والمهارة والمسؤولية في كل جوانب حياته، برغم ان شكله ملوش علاقة بالكلام ده كله. وده برضه على فكرة اللي بيخلي الاشرار في الافلام والروايات يظهروا بشكل وحش، وده عشان ما تحبهمش. في سنة 1907 جه عالم اسمه فريدريك ويلز، وبعد كده كمل الدراسة دي عالم تاني اسمه ادوارد سورندايك، لما جاب مجموعة كبيرة من الضباط على رتبة عالية وطلب منهم ان هم يقيموا الضباط الصغيرين اللي معاهم في الفريق. في الاول طلبوا منهم ان هم يقيموهم على اساس القيادة او الليدرشيب سكيلز بتاعتهم، وبالمرة كمان بعدها طلبوا منهم ان هم يقيموهم على مستوى الذكاء وعلى مستوى اللياقة البدنية وعلى مستوى الصفات الشخصيه بتاعت الضباط دي زي الولاء والتعاون والنشاط وكل الكلام ده. جه بقى بعدها عمنا ادوارد شاف نتائج او التقييمات اللي عملوها الضباط الكبار دول، لقى ان الضباط اللي كانوا واخدين تقييم عالي في الفيزيكال كواليتي او في الصفات البدنيه زي الطول والعرض والقوه، لقوا ان هم برضو واخدين اعلى تقييمات في باقي الصفات زي الذكاء والقياده والولاء والتعاون والنشاط وكل الصفات التانية أكتر من باقي الضباط. ده مش بس الدراسة دي اللي اتعملت في الموضوع ده في دراسة تانية أصيع اتعملت على الويترز أو العاملات اللي شغالين في المطاعم في أمريكا، ولقوا إن في ستات منهم بيكسبوا $1200 سنويا بقشيش عشان بس شكلهم حلو مقارنة بزمايلهم اللي شكلهم مش قد كده. وفي الآخر يا ريتها جاية على الشغل بس، يعني كانت تبقى مقبولة، دي جاية على كل حاجة حتى التعليم. في واحدة برضو من الدراسات الصايعة اللي اتعملت على درجات 4500 طالب، قسموهم لثلاث جروبات: جروب أقل من المتوسط لو افريج، وجروب افريج متوسط، وجروب اباف افريج فوق المتوسط. وده طبعا التقسيمة دي اتعملت على مستوى الشكل مش على مستوى الذكاء. طب تفتكروا الأشخاص اللي هم اباف افريج أو فوق المتوسط اللي تم تصنيفهم إن هم فوق المتوسطين جابوا درجات عالية فعلا؟ قبل ما اجاوبك هقول لك ان هم كملوا الدراسه دي ان هم قارنوا نفس الثلاث جروبات دول بس اونلاين، كانوا بياخدوا المحاضرات بتاعتهم او الامتحانات بتاعتهم اونلاين، وبالتالي ما كانش في تفاعل كبير ما بين الطلبه دي وما بين المدرسين اللي بيدوا لهم المحاضرات بتاعتهم. ساعتها لقوا ان الطلبه الاباف افريج او اللي هم متصنفين ان هم اعلى من المتوسط خدوا درجات اقل ساعه الاونلاين من اللي خدوها لما كانوا فيس تو فيس. عايز اقول لك كمان معلومه على جنب كده، ان الشركات بتستفاد من موضوع الهالو افكت ده بطريقه كبيره جدا، عن طريق ان هم يجيبوا حد مشهور او محبوب او فنان انت بتحبه ويخلوا الناس دي تعلن عن البرودكتس او المنتجات بتاعتهم قدامك، وبالتالي انت هتفكر انه طالما الشخصيه المشهوره الجميله المحبوبه اللي انا بحبها وكل الناس بتحبها دي بتثق في البرودكت ده او بتستعمله بصفه شخصيه، اذا فهو كده اكيد منتج حلو، وبالتالي انت هتروح تشتريه وانت ضميرك مرتاح. زي ما في هالو افكت في تاثير عكسه اسمه هورن افكت او تاثير القرن، وهو ان الاشخاص الغير جذابين او اللي ما عندهمش ملامح حلوه غالبا بيتم النظر ليهم على انهم عبء على المكان، مش شاطرين كفايه، وهكذا كتير من الصفات السلبيه التانيه. طب السؤال بقى المهم، احنا ليه بنقع تحت تاثير الهالو ايفكت او الهورن ايفكت؟
ببساطة طول ما احنا بنتعامل مع ناس كل يوم وكل شوية، دماغنا على طول بتدخل لها معلومات كتيرة جدا. المعلومات دي لما بتدخل دايما بتتنافس مع بعض ان هي تاخد الحيز الاكبر من تفكيرك او اهتمامك. وبما ان الموضوع ده مرهق للدماغ، فالموضوع ده بيحتاج حاجة اسمها mental shortcuts او الاختصارات الذهنية. ودي حيلة او ميكانيزم دماغك بيعملها عشان تقدر تتعامل اسرع وتستوعب اسهل وتقدر تجرب احداث اللي هي على طول بتمر بيها. في حالة الهالو افكت اللي بيحصل ان احنا بنفترض حاجات احنا مش شايفينها بناء على حاجات تانية او افعال تانية احنا شايفينها، وده عشان نقدر نتصرف اجتماعيا في الوقت ده بصورة اسرع وبصورة اسهل. فاكرين الدكتورين اللي انا قلت لك عليهم هيعملوا لك العملية في الاول؟ لو عرفت ان الدكتورين دول على نفس القدر من الكفاءة والشطارة في العملية اللي انت هتعملها، لو فكرت في الموضوع من ناحية تانية شوية هتلاقي ان الدكتور اللي شكله مش مهندم او شكله مش مقبول بالنسبة لك ده شوية اشتغل بجهد مضاعف وعمل كل حاجة تقريبا ضعف الدكتور اللي شكله كويس عشان بس يقدر يتحط في مقارنة جنبه. وبالتالي لو فكرت فيها بصورة اعمق شوية هتلاقي انه بنسبة كبيرة الدكتور اللي مش عاجبك شكله ده ممكن يكون اشطر فعلا من الدكتور التاني، لان هو عمل كل حاجة اكتر عشان يوصل لنفس المكان. فبعد كده لو لقيت حد شكله حلو وعجبك، خد وقتك في التفكير وتريث كده، بلاش تهور الشباب ده عشان مش شرط ان هو يكون حلو في باقي الصفات. وافتكر دايما انك ما تكونش فريسة سهلة للهالو افكت او حتى للهورن افكت. وبعد ما تفكر بتمعن كده ارجع افتكر اذا كنت عملت لايك وشير للفيديو ولا لا، سبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.